ليش نظام السيسي مزعوج من سقوط نظام الأسد؟ من لحظة سقوط نظام الأسد في سوريا وزير الخارجية المصري مقضيها اجتماعات، مرة مع الإمارات، مرة مع الأردن، مرة مع العراق، مرة مع الجزائر، وآخر مرة كانت من يومين مع وزير الخارجية السعودي. قال شو؟ عم يبحثوا التطورات على الساحة السورية. طيب وحضرته ليش عم يبحث تطوراتنا هون وهون؟ ليش لليوم ما خطر له يبحثها مع السوريين أنفسهم؟ تعالوا أحكي لكم ليش. على مستوى الوطن العربي كان الأسد يعتبر المستبد الأكبر وصاحب السجل الإجرامي الاستثنائي ضد شعبه، لذلك وجود الأسد كان مخلي السيسي يقول يا محلاني أنا. حتى المصريين كانوا يصنفوا السيسي على أنه مستبد درجة ثانية في المنطقة العربية من بعد بشار الأسد وحلفائه من مجرمي إيران وميليشيات حزب الله. هلا هذا لا يعني انه السيسي مو مجرم، بلى السيسي مجرم وديكتاتور ومستبد، لكن الاسد وحلفائه رفعوا سقف الاجرام بحق الشعوب في المنطقه خلال ال 14 سنه الماضيين، لدرجه خلت السيسي ببعض خطاباته يعتمد اسلوب تهديد المصريين انه اياكم تطلعوا ضدها، بدكم يصير فيكم مثل سوريا. بص لسوريا، الدوله اتدمرت تماما. طبعا كالعادة السيسي وظف أبواقه في الإعلام المصري ليروجوا لهي الفكرة ويخوفوا الشعب المصري إنه يصير فيهم هيك مثل سوريا. نحمد ربنا إن إحنا مش سوريا ولا ليبيا ولا العراق. بعد اللي احنا بنشوفه العراق، سوريا، لبنان، اليمن، لابد ان احنا نقول الحمد لله رب العالمين للآتي. بعد تحرير سوريا وبعد ما كل أحرار العرب شاركونا فرحنا وشافوا احتفالاتنا وشافوا كيف طلعوا المعتقلين من سجون الأسد، شافوا كيف السوريين بمصر وبرا مصر كلهم متحمسين يرجعوا يعمروا البلد، انقلب السحر على الساحر. وعبارة السيسي عايزين تبقوا زي سوريا صار إلها معنى تاني. صار المصري يقول طب ما تغور في داهية يا عم ونبقى زي سوريا، هو احنا نطول؟ الآن صارت العيون تتجه للسيسي على أنه هو الدكتاتور الأول في الوطن العربي، فضلاً عن أنه رهانه على بقاء الأسد كان بالنسبة له رهان على بقاء نظام حكم العسكر في المنطقة. طيب وأنتم لوين تتوقعوا توصل مباحثات مصر مع هالدول كلها؟ وكيف تتخيلوا العلاقة تكون بين حكومة سوريا الجديدة وحكومة مصر؟